ليش تهرب لحالك؟ أنت مرجف وهارب، وعلى حد زعمك أنك صاحب مبدأ وقضية. هربت من السعودية لأنها غير صالحة للعيش وتنتهك الحقوق وما تطبق الشرع. طيب ليش هربت لحالك؟ ليش ما أخذت أهلك معك؟ قبل ما نتكلم عن الأدوات المستخدمة ضد الوطن من الهاربين، تعالوا نشوف هذا المقطع وإيش ممكن نفهم منه. أنت تقول لعيالك هاجروا، اللي ما يهاجر إلا بلد فيها كفر يروح لديرة الإسلام. إيه صح. ولا لا؟ إيه صح. وين يروح؟ المناطق اللي يسيطر عليها المجاهدون هذه تعتبر وين هي المناطق اللي يسيطر عليها المجاهدون؟ اللي يسيطر على المجاهدون بأفغانستان، إخوان المطالب بأفغانستان وباكستان وبالعراق. وبناتك يروحوا لأفغانستان؟ لا البنات لا. البنات ما لهن إلا بيتين. أجل. الأبناء بس. شفت إنك بديت تخور يعني. لا. في نهاية كلامي من هذا المقطع راح نفهم النقطة اللي أجمع عليها المرجفين والهاربين ممن يسمون أنفسهم معارضين، وهم في الأصل هواتف عملة عمومية وأدوات لجهات تعادي المملكة. صحيح أن الهاربين خانوا دينهم ووطنهم ومبادئهم واستمرأوا الخيانة والتطرف والتدليس، فالخائن لا يستغرب منها الإرجاف والكذب وإنه بياع كلام. تدليسهم وكذبهم باسم الدين والنظام والأخلاقيات والحقوق. شوفوا من يتكلم عن الأخلاقيات والحقوق، أشخاص باعوا أنفسهم ومبادئهم، وفي أحيان كثير باعوا شرفهم لجهات خارجية. تمرير الأكاذيب في واقعنا ما هو شيء جديد، وشفناه كثير في صفوف المرجفين. ولو رجعنا بالزمن بناخذ قضية جهيمان ومحاولة احتلاله للحرم مثال، كيف تعاملت الدولة معه ومع عائلته. تم تنفيذ شرع الله في جهيمان ومن معه لاعتدائهم على قدسية أطهر بقاع الأرض. وإذا جينا لعائلته فتمت معاملتهم كمواطنين أسوياء، لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، بل أن بعض أبنائه وأبناء عمومته في السلك العسكري وحياتهم طبيعية. فعن أي تنكيل يتكلم المرجفين؟ ولو شفنا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الأكثر تطرف وإرهاب كمثال آخر، ما جاءت الدولة ونكلت بعائلته وأبنائه نكاية فيه، بالعكس أهله كانوا وما زالوا أصحاب مشاريع ومال وحياتهم طبيعية، ولهم مشاريع في كل مناطق المملكة وفي الحرم تحديدا. فعن أي تنكيل يتكلم المرجفين؟ وإذا جينا نشوف الهارب عمر الزهراني يقول الدولة سجنت أخوانه وانتهكت حقوقهم. الأشخاص الذين جاءوا لي في شهر ماي واحضروا معهم أخي أحمد السجين الآن الذي استخدم كورقة للضغط والابتزاز. والصحيح أن أخواننا عايشين حياتهم الطبيعية ومستانسين ويحضرون حفلات غنائية مثلهم مثل أي مواطن. ولو بنذكر أمثلة وشواهد بناخذ المرجف الهارب سعد الفقيه اللي من التسعينات وهو ضد الدولة. بالمقابل نشوف شقيقه الدكتور محمد الفقيه موجود بالسعودية وله مشاريعه ومستشفياتها الخاصة، وتمت استضافته في القنوات السعودية وأشادوا فيه كثير. كل هالأمثلة شواهد حية وواقعية، ما هي من ضرب الخيال مثل ما يروج المرجفين. وحتى تتضح الصورة ونفهم المغزى من هذا الكلام، لو جينا للمرجفين اللي اعتادوا الكذب والتدليس وقلنا لهم خلاص خذوا عوائلكم وأهليكم معكم، تتوقعون بيوافقون؟ الأكيد لا، ولا كان أخذوهم أساسا من أول. لكن ليش ما أخذوهم؟ لأنهم يعرفون تماما أن عوائلهم وأهاليهم في أمن وأمان في وطنهم، والأمثلة اللي ذكرناها جزء من تكذيب روايتهم باستهداف الدولة لعوائلهم. ولا ليش هذا المرجف يسافر لحاله ويترك أهله وراءه إذا أن الدولة فعليا تنتهك الحقوق وما تطبق الشرع؟ بنعيش وبنسمع وبنشوف الكثير من كذب وتدليس الخونة ضد الدولة، وبتبقى السعودية تطبق الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى.